مسيرة القرابين البشرية لأوجلان سبب محكومية الكرد للمحتلين. في الخامس عشر من شباط تم جلب عبد الله أوجلان إلى تركيا. أبدى الكرد ردود أفعال حساسة تجاه الوضع، لكن منذ اليوم الأول لم يتمكن أوجلان من الصمود أمام الدولة التركية كأي كردي غير على وطنه. فقال فور اعتقاله: والدتي تركيا وأريد أن أخدم دولتي. واعتذر خلال محاكمته من الأتراك مطالبا منهم العفو. تسربت فيديوهات اعترافات أوجلان أمام القائد التركي حسن آتيلا أوغور في إمرالي وطلبه: استخدموني كمقاول، سنحتل أربيل معا وسأعلم الجلامرجيين اللغة التركية. ونشرت على أوسع النطاق. وعلى مدى تاريخ كردستان لم يتبنى أي زعيم أو قائد كردي أو شخصية كردية بارزة ما أبداه أوجلان من موقف مغزي مشين. لذلك يعد عبد الله أوجلان أول زعيم حزب كردي يتوسل للمحتلين للإبقاء على حياته خوفا من حبل المشنقة. باتت هناك مثل هذه الخيانة الواضحة على الساحة. فلو اعتقل شاب كردي في العشرين من عمره وقال للأعداء: أمي تركية، فلن يتمكن من العودة إلى قريته خجلا وشعورا بالخيانة. لكن أوجلان تستر على هذه الخيانة الكبرى بأكاذيب أكبر. ولكن رغم هذه الحقيقة ما زال حزبه حزب العمال الكردستاني باكيكا يتغنى بمقاومته العظيمة ونضاله. يقول أوجلان: مقاومتي هي مقاومة إلهية. لكن أوجلان اعترف بكل شيء دون تردد ودون أن يتلقى ولو صفعة. قال كل شيء عن تنظيمه ولم يقاوم ولو دقيقة واحدة. لم يقم أوجلان بأي فعالية من أجل نفسه أو من أجل شخص آخر خلال السنوات 24 التي قضاها في سجنه بإمرالي. لم يضرب عن الطعام ولو ليوم وليلة. ولكن رغم هذا يتم المطالبة من شباب الكرد بتنظيم فعاليات الإضراب عن الطعام وإضرام النيران بأجسادهم من أجل أوجلان. كانت مسيرة القرابين البشرية سائدة منذ بداية تاريخ البشرية، ولكن مع تطور البشرية اختفت ظاهرة التضحية هذه أيضا وحظرت. ترجم هذا النهي في قصة إبراهيم عليه السلام. رفضت الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام التضحية بالبشر من أسسها، ولكن بعد مرور آلاف السنين يتم التضحية بشباب الكرد قرابين من أجل أوجلان. بعد اعتقال أوجلان ضحى لغاية اليوم 58 شخصا بأنفسهم ممن تم الكشف عن أسمائهم بشكل رسمي. غالبيتهم كانوا أعضاء الباكيكا في السجن، كان من بينهم جاريلا. وعلى الرغم من مزاعم أوجلان والباكيكا حول دعوتهم الناس لعدم التضحية بأنفسهم، إلا أنهم في الواقع شجعوا الناس على إضرام النيران بأجسادهم من أجل آبو. أولئك الذين فعلوا ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم كالزعماء وقادة، ولكن في حقيقة الأمر فإن معظم الأشخاص الذين أضرموا النيران بأنفسهم كانوا يعانون من مشاكل ونوبات نفسية مستعصية. انعدمت لديهم القدرة على إدامة الحياة، رأوا في الموت ملاذا وتحررا من واقعهم المرير الأليم. الباكيكا تفخر ولا زالت تفتخر بهؤلاء الأشخاص الذين أحرقوا أنفسهم أحياء. ولكن عندما نقول إن موقف أوجلان في إمرالي كان خيانة، يقول البعض لنا: الناس يحرقون أنفسهم من أجل القائد آبو. لكن التضحية بالنفس لا يمكن أن تخفي الخيانة التي ارتكبها أوجلان في إمرالي. ولو كان مثل هذا معيارا فقد كان هناك من يفجر نفسه لداعش أيضا. في كينيا وعد زعيم طائفة يوم القيامة بول ماكنزي أتباعه بالخلاص والجنة ولقاء المسيح إذا امتنعوا عن الأكل حتى الموت. وسرعان ما مات ما يقرب من 1000 من أعضاء هذه الطائفة من الجوع. عثر على جثث 400 منهم. ما ارتكبه بول ماكنزي يعد خيانة بحق الحياة الإنسانية. فكيف ما لا نرى ما ارتكبه ماكنزي من ظلم واضطهاد وقتل الأطفال باعتباره شيئا عاديا، فكذلك لا يمكننا أن نتجاهل خيانة أوجلان بحق الكرد، أو أن نرى ما فعله بالكرد من التضحية بأنفسهم من أجل شيئا اعتياديا. هناك حقيقة واحدة فقط، وهي أن عبد الله أوجلان رمز للاحتيال وأيقونة خداع الشعب الكردي وإبعادهم عن هدفهم القومي. فمنذ عام 99 لم يقم شعب باكور كردستان بحملة أو فعالية من أجل حقهم في لغتهم الأم والحفاظ على الأسماء الكردية، لكنهم ومنذ يوم اعتقال أوجلان ولغاية اليوم يقيمون الفعاليات. وفي 15 شباط كل عام يطلقون التظاهرات وينظمون المسيرات في شتاء كل عام لإدانة اعتقال أوجلان، كما يحيون مولد أوجلان في نيسان. يقومون كل شهر بفعالية من أجل أوجلان. شعب باكور كردستان أهدر كل طاقاتهم منذ 25 عاما تحت شعار سنحرر أوجلان. خلال 25 عاما الماضية أضرم عشرات الأشخاص النيران بأجسادهم.
تم اعتقال الآلاف. بالمقابل لم يحرر شبر من أرض كردستان، أصبح كل شيء أسوأ مما كان عليه. تتم ممارسة سياسة الصهر والإبادة بحق الكرد أكثر. تم نسيان اللغة الكردية بشكل أكبر. رغم هذا تريد الباكيكا اليوم نشر سرطانها الخبيث هذا في باقي أجزاء كردستان، لكن يجب على الشعب الكردي في باكور كردستان تصحيح قبلتهم. ينبغي أن تكون قبلتهم الحقوق المشروعة للشعب الكردي وحرية كردستان، وهذا هو السبيل الوحيد للتحرر من مكيدة اسم أوجلان.